أفريقيا 2015. ويراهن المدرب كريستيان غوركوف على بعض اللاعبين في لقاء مالي من خلال تغييرات من المرتقب حدوثها على التشكيل الأساسي للخضر، فيما ابتعد المنتخب المالي عن أعين وسائل الإعلام. تفاصيل أوفى في سياق تقرير مراسلنا حسين بوصالح. بدت ملامح التعب والإرهاق بادية على بعثة المنتخب المالي لدى وصوله للجزائر لمواجهة الخضر سهرة الأربعاء. فبعيدا عن أعين الأعلام، فضل مدرب المنتخب المالي البولوني هنري تحضير لاعبيه لهذا اللقاء بسبب تأجيل لقائهم السابق أمام مالاوي ب24 ساعة وبعض الغيابات مثل الحارس هاماسا، وهو ما جعل الحصة التطبيقية تكون مغلقة للتركيز عن هذه المواجهة. وعلى عكس المنتخب المالي، كانت الحصة التدريبية لمحاربي الصحراء مفتوحة أمام رجال الأعلام، فرفقاء مدحي الأحسن أبدوا استعدادهم لمواجهة مالي على ملعب مصطفى تشكر بالبليدة، صانع أفراح الكرة الجزائرية. المنتخب المالي عريق ولديه باع طويل في المنافسات الإفريقية، كما أنه يملك لاعبين كبار. المقابلة ستكون صعبة على ميداننا وبين أنصارنا، لكننا سنسعى للفوز في هذا اللقاء. الحمد لله كما ترى نحن نحضر في ظروف جيدة، أخذنا قسطا من الراحة بعد العودة من السفر، ولهذا سنكون على أتم الاستعداد لمقابلة مالي، ومن بعدها يمكن الحكم على أداء اللاعبين. نحن بعيدون عن الضغط، لدينا ثقة كبيرة بالنفس، فالفوز الذي عدنا به من إثيوبيا سوف يكون خير داعم لنا في المواجهة. ومن المنتظر أن يحدث المدرب كريستيان غوركوف تغييرات على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها سهرة الأربعاء، والبحث عن لمسة خاصة به في هذا اللقاء بعد حفاظه أمام إثيوبيا على نفس تشكيلة المونديال. يسعى مدرب المنتخب الجزائري كريستيان غوركوف في ثاني امتحان له لتأكيد الفوز الذي عاد به محاربو الصحراء من أديس أبيبا، فالفوز على المنتخب المالي هنا بملعب مصطفى تشكر سوف تكون له أهمية بالغة لتعبيد الطريق إلى كأس أفريقيا بالمغرب. حسين بوصالح، بين سبورتس، الجزائر. تباينت الآراء في المشهد الرياضي السوداني حول المواجهة الصعبة التي تنتظر المنتخب أمام الكونغو